سبحان الله العظيم العيالات عندهم نفس الكاركتير وعندهم شي حوايج وشي افكار وشي مبادئ اللي كيتشابهوا فيها كاملين وكيشاركوهم. وهذه القضيه هذه على مختلف العصور من شحال هذه. علاش قلت لكم هذه القضيه هذه؟ حيت تصادفت وسمعت واحد الحادثه اللي طرات ما بين عائشه والرسول صلى الله عليه وسلم. ملي مشات عائشه عند الرسول وسولاتو وقالت ليه يا رسول الله اتحبني؟ يعني بطبيعه الحال الرسول صلى الله عليه وسلم كيبغي عائشه وكيبغي الزوجه ديالو. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اكثر انسان كيعلمنا المعنى ديال الحب في هذه الحياه، وهو اكثر انسان رومانسي مع الزوجات ديالو وكيعلمنا حتى حنا كيفاش نتصرفوا مع الزوجات ديالنا. ومع ذلك كتمشي عند عائشه وكتقول ليه واش كتبغيني؟ وهذه القضيه هذه علاش لفتت الانتباه ديالها؟ حيت بزاف ديال العيالات دابا كيقولوها رجالاتهم واخا هي عارفه راجلها كيبغيها واخا عارفه راجلها كيموت عليها، ولكن فيما كدور كتمشي عنده كتقول ليه واش كتبغيني؟ يعني هذه القضيه هذه كاينه في الفطره ديال الانثى وكاينه في الفكر والكاركتير ديال الانثى. يعني ما كايناش غير في انثى وحده، وانما تقريبا كاع الاناث كيفكروا بهذه الطريقه هذه، كيبغيو يسولوا رجالاتهم هذا السؤال هذا، كيبغيو يطمئنوا واش كتبغيني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم باش جاوب ما قالش ليها ما كيسطعش لي راسي بهذا السؤال هذا فيما كدوري كتسولوني هذا السؤال هذا واش انت ما تيقاش بلي كنبغيك وديك الهضره كامله. لا 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 لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اسمى من هذا الشيء كامل. جاوب بواحد الطريقه اللي زوينه وطريقه رومانسيه وقال لها نعم احبك. شوفوا الطريقه الزوينه باش كيجاوب الرسول، قال لها نعم احبك. وبطبيعه الحال ملي سمعت هي بلي كيبغيها ما وقفتش هنايا، وانما قالت ليه كيف تحبني؟ كيف هو هذا الحب؟ اي انه كيفاش كتبغيني كيدير هذا الحب. نفس الحاجه بالضبط كتنطبق ما بين العيالات والرجالاتهم دابا ملي كيكونوا مزوجين. المراه كتسول الراجل واش كتبغيني واخا هي مزوجه به وعارفه كيبغيها، ملي كيقول لها كنبغيك كتقول ليه قداش كتبغيني، قداش هذا الحب هذا اللي كتبغيني. والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهرهاش وما قالش ليها بارك عليا ما بقيتش تسولني هذه الاسئله هادو وديك الهضره كامله، لا، وانما قال لها كالعقده، اي انه بحال ملي كتشد واحد الحبل وكتربطو وكتشكل فيه واحد العقده وكتزيرو مزيان، ديك العقده صعيب بزاف انها تحل، واخا تعيا معاها ما غتحلش، خاصك تقطع ديك الحبل باش انك تحل ديك العقده. يعني شوفوا المثال اللي عطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اي انه قال ليها كالعقده. وبطبيعه الحال عائشه رضي الله عنها ما وقفتش هنايا، كاي انثى وكاي امراه مزوجه بواحد الزوج صافي نسات الموضوع وفيما كدور كتقول ليه كيف هي العقده يا رسول الله. يعني شوفوا الالحاح، شوفوا الانثى الفكر ديالها مع راجلها كيفاش كيكون، يعني كتبغي داك الحب اللي كيكون كبير بزاف، ديما الهضره الزوينه، ديما كتبغي تاكد واخا هي كتشوف بعينها بلي داك الشخص كيبغيها، بلي الزوج ديالها كيبغيها وما يقدرش يعيش بلا بها، ولكن ديما كتسولو هذا السؤال هذا. يعني فيما كدور كتقول ليه ديك العقده كي بقات؟ كيف هي العقده يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لها كما هي على حالها، كما هي على حالها، اي انه كيقول لها بلي العقده باقه كما هي، كيف ما النهار الاول، باقه بنفس القوه ديالها وباقه بنفس الحزمه ديالها وباقه بنفس الشده ديالها. يعني الرسول فهم هذا الشيء، فهم الانثى، فهم الزوجه كيفاش كتفكر، وهذا الشيء هذا كيطرى الرسول صلى الله عليه وسلم باش الله سبحانه وتعالى يعطينا رسائل من هذا الشيء هذا. وهذا الشيء هذا كيبين لك الكاركتير ديال المراه كيفاش دايره والبسيكولوجي ديالها. قبل ما يخرجوا هذيك الكتب ديال البسيكولوجي وديال علم النفس وديك الهضره كامله، لا ما تحتاجش كاع، وما تحتاجش افلام تركيه وافلام مكسيكيه وديك الهضره كامله باش انك تعرف الرومانسيه كيفاش دايره. لا، ما كاينش رومانسيه قد الرومانسيه اللي كيبين الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزوجات ديالو. يعني الراجل اللي جات مرته سولاتو وقالت لي واش كتبغيني، ما يقولش لها بلي واش كتشكي فيا، واش كتحسي بلي الحب ديالي تبدل من جهتك، علاش كتسوليني هذا السؤال هذا، اش بدك تسوليني هذا السؤال، مابقاش تبرز لي راسي بهذا السؤال هذا، لا ماشي بهذه الطريقه هذه. هذا الرسول ما جاوبش الزوجه ديالو بهذه الطريقه هذه، وانما خصك تعرف انه هادشي هذا كاين في الكاركتير ديال المراه. انا ماشي انسان واعر ولا خبير في العيالات، لا، وانما غير كنشوف الرسول كيفاش كتصرف، كيفاش تصرف في واحد الوضعيه، واحد الوضعيه اللي يقدر اي واحد يطيح فيها، تقدر نطيح فيها انا نتايا، اي واحد فينا يقدر يطيح في هذه الوضعيه هذه وفي هذا السؤال هذا. لكن من هذا الشيء كامل عرفت شنو هو المشكله الدراري؟ هو انه دابا حنا ولينا في واحد العصر ولا نقدروا نسميوها في واحد المجتمع عربي اللي ولا عندنا الفكر ديال الراجل اللي كيكون بشخصيته مع مرته هو هذاك الشخص اللي كيطيح بمرته قدام الناس باش يبين القوه ديالو، باش بحال كيبين للناس الشهامه ديالو على مرته، بلي هو اللي مسيطر وبلي هو اللي كلمته كبير، وبلي لا عاملها قدام الناس مزيان ولا مثلا عاملها بلوط، فهادشي كيطيح من الرجوله ديالو وكيطيح من القيمه ديالو كراجل، وبلي لا بغى بصح انه يبان واعر قدام الناس، قدام صحابه، قدام عائلته، قدام اي واحد طاير به، خاصو يعطاكي مرته، خاصو يعطيها الحكام، خاصو يبان شديد كيف ما حنا كنقولوا. ولكن هذا راه غلط كبير. راه اي راجل كيدعي القوه عرفوا بلي هو اضعف انسان وخذها من عندي بالطبع. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم راه ملي نزل عليه الوحي وكان كيحس بواحد الخوف اللي كبير بزاف، واحد الخوف اللي ما تقدرش انك تحس ب1% ديالو. كاع هادشي اللي دزتي منه في حياتك، كاع لي سيتوياسيون اللي دزتي منهم في حياتك، كاع داك الخوف اللي حسيتي به في حياتك كامل من نهار تولدتي حتى دابا، راه ما غيوصلش ل 0.00001% من الخوف اللي حس به الرسول صلى الله عليه وسلم ملي نزل عليه الوحي في ديك اللحظه وهو في الغار بوحده، والثقوليه ديال داك الوحي والهمه ديال داك الوحي نزلت عليه في ديك اللحظه. واحد الثقل وواحد الخوف حس به في ديك اللحظه حتى شي واحد فينا ما يقدر يعرفه، حتى شي واحد فينا ما يقدر يحس به. ديك الساعه الرسول صلى الله
عليه وسلم خاف، اشرف الخلق خاف وخرج من الغار وبدا كيجري، مشيش عند الصحابه، في امكانه انه يمشي عند عشيرو كيف ما حنا كنقولوا الراجل عشران وحسن لي من مرته مثلا، انه الا تزوج ما غاديش نقلب على عشراني حيت عشراني حسن لي من مرتي، لا ما قالش هذا الشيء هذا، وما فكرش بهذه الطريقه هذه، رغم انه عنده واحد الصاحب اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اعز صاحب واقرب صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، حد ديما كان كيوقف معاه وديما كان كيامن به، يعني بامكان الرسول صلى الله عليه وسلم انه يمشي عنده ويعاود ليه ويقول له شنو طرا ليا بلي نزل عليا الوحي باش يطبطب عليه وباش يرخف عليه ديك التقوليه وداك الخوف اللي حس به، ولكن لا، ما مشى عند حتى شي واحد، ما مشى عند حتى شي واحد من الصحابه، ما لجأ حتى شي صاحبه، ما لجأ حتى شي انسان في ديك الساعه، من غير انه لجأ لخديجه رضي الله عنها الزوجه ديالو، مشى لجأ ليها هي وقال لها دثريني زميليني، اي انه محتاج القرب ديال الزوجه ديالو، محتاج الهضره ديال الزوجه ديالو، محتاج الدعم ديال الزوجه ديالو، حيت هي الوحيده اللي تقدر انها تحيد عليه داك الحمل، وهي الوحيده اللي تقدر انها تحسو باطمئنان، والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى كيبين لنا هذا الشيء، علاش؟ غير باش ما يزيدش دابك على الراس ويجي واحد راسو مربع ويقول لك بلي الراجل الا مشى لمرته ولا مشى عند مرته باش انه تخفف عليه ولا كان كيهضر على مرته مزيان قدام الناس، هذا الشيء كيعني انه مرته ساحره عليه ولا موكله الجوانط ولا موكله التقاشر ولا دايره بين يديها ولا ساحره عليه، وديك الهضره كامله اللي حنا كنقولوها للاسف من مجتمع جاهل بكل المقاييس، حيت انت ملي كتبغي تطبق واحد الحاجه اللي ما دارهاش الرسول وما قالهاش الله، هادشي كيعني انك انت جاهل 100%، والمشكل اللي كيحز في القلب دابا هو انه كنشوفوا هذا التعامل اللي كيتعامل به الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كيتعاملوا به دابا الكور بيناتهم، ملي كتشوف الكاوري مثلا ولا لعاب ديال الكره ولا ممثل ولا شي واحد مشهور كيهضر على مرته قدام الناس بطريقه زوينه بزاف وكيعاملها بطريقه زوينه بزاف وديما كيرجع النجاح ديالو لمرته مثلا انه ديما يذكرها، عاد ديك الساعه حنا ولات كتبان لينا واو، عاد ديك الساعه دابا ولينا حنا كنقولوا بلي خصنا نعطيو قيمه لعيالاتنا وبلي حتى حنا نبغيو نقلدوا دوك الكور باش حتى حنا بحال هكا نبانوا بحال رونالدو ولا نبانوا بحال شي لعاب ولا بحال شي واحد واعر اللي كيهضر على مرته مزيان، ولكن ملي شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم كيدير هذا الشيء ما كتجيش مقتنع به، حيت الحاجه اللي كتخلينا نطيحوا من هذا الشيء كامل الدراري والبنات هو الانطوراج ديالنا والحاجه اللي كبرنا فيها وداك الزواج التقليدي اللي كبرنا فيه، ديال انه المراه ما خصهاش تهضر قدام راجلها وما خصهاش تعطي الراي ديالها قدام راجلها، ودابا ملي كنجيو كنقولوا هاد الافكار هادو وكنبدلوا هاد الافكار هادو كيبدا يخرج بنادم كيبدا يبينك بلي انت متطرف وبلي انت واحد الانسان اللي باغي تجيب افكار جديده، رغم انه هاد الافكار اللي عنده هو واللي عند والديه راه هما اللي جداد، اما الافكار بصح والافكار الاصليين راه هما هادو اللي كنقول لك في هذا الفيديو هذا، حيت هما اللي كان كيطبق الرسول صلى الله عليه وسلم، اما الافكار ديال انك تبان واعر على مرتك وتهينها قدام الناس تحكر عليها تعفط عليها وداك الشيء كامل، راه هذا الشيء هذا راه هو اللي متطرف، راه هو اللي يلاه بان اللي بان من جدودنا تقريبا واحد 30 عام 40 عام 50 عام حتى 100 عام اللور كاع، المشكل هذا الشيء هذا هو اللي كيخلي انه حالات الطلاق يطلعوا في المغرب بزاف ما يمكنش شحال نسبه الطلاق طالعه في المغرب، راه واحد الرقم اللي كيخلع ديال بصح بسبب الجهل، بسبب بنادم ما عارفش، بسبب بنادم مغروسين فيه افكار توكسيك وافكار مسمومه من الانتوراج اللي كبر فيه، من والديه، من عائلته، من ولاد دربهم، من الناس اللي كيسمعوهم كيقولوا خصك تضرب مرتك من الحد لحد باش انها تسمع هضرتك، بزاف ديال الحوايج، يعني سي نورمال ان الله سبحانه وتعالى ما يباركش لك في الزواج ديالك، راه انا كنلقاه واحد الحاجه اللي نورمال وانت كتطبق واحد الحاجه اللي اصلا الله قال لك ما تطبقهاش والرسول قال لك ما تطبقهاش، والحاجه اللي نقول لكم الدراري والبنات ولا نختم بهذا الفيديو هذا، خصك تعرف واحد القضيه وخصك ديرها في بالك مزيان، راه مرتك راه تقدر انها تطلعك وتمشي معاك بحال شي صاروخ في داك الشيء اللي كدير وفي النجاحات ديالك في الحياه، ولا تقدر انك تفوندي وتكون السبب ديالك في انك تفوندي، واخا انت تكون قبل من الزواج ناجح وانسان اللي ما عارف فين واصل، واخا تكون ما عرفتش شكون، راه تقدر ديك المراه انها تخليك تفوندي، والعكس تقدر انك تخليك تطلع، يعني الانسان يستغل القوه الانثويه ويستغل الطاقه الانثويه اللي معاه في انه ينجح في حياته عن طريق انه يحس باطمئنان، انه يعاملها مزيان وثيق بيا، راه هذا انفستيسمون عليك انت باش انك تمشي انت مزيان في حياتك وتمشي مرتاح، حيت المراه اللي كانت كتحس بك باللي انت ماشي حتى لهيه بلي ما مرتاحاش معاك، اقسم بالله حتى غضرب لك كلشي في الزيرو وتقدر انك تفوندي وترجع لنقطه الصفر واخا ما عرفتش شنو شكون درتي قبل الزواج، وبزاف ديال الامثله كيصيفطوا لي ميساجات بحال هكا وبزاف ديال الناس كيعانيو من هذا البلان هذا، وما نحتاجش نقولها لكم، كاين انسان دابا اللي كيتفرج في هذا الفيديو هذا وغيقول بلي انا طاري لي هذه القضيه هذه، يعني الدراري الحاجه اللي بغيت نقول لكم الانسان يتزوج افضل حاجه غيدير، ولكن يفهم شي حوايج قبل ما يتزوج، راه الزواج راه ماشي هو الماده، راه ماشي هو انها تكون عندك دار وطوموبيل بلي صافي انت مؤهل انك تتزوج، كيف ما حنا كنسمعوا دابا انسان باغي يتزوج خص تكون عنده دار وطوموبيل صافي راه مؤهل انه يتزوج، لا كنبقاو نعطيو 100% الماديه، ما كنفكروش من الكوتي ديال العقل، داك الشخص كيفاش كيفكر، النظره ديالو للزواج، النظره ديالو للمراه، النظره ديالو للانثى ديالو، النظره ديالو للمراه كيفاش غتكون، النظره ديالو للولاد ومن القدام، لا هادشي ما كنفكروش فيه، وانما عندك دار في الضحى وعندك داسي صافي خصك تتزوج ما كاين ما ولكن، ولا صافي كتوشي واحد الصاله ديال 5000 درهم 6000 درهم صافي خاصك انك تكمل ديالك وانك تتزوج، انا الدراري والبنات هذا الموضوع هذا دويت فيه حيت بزاف ديال الدراري كيصيفطوا لي ميساجات اللي كيعانيو بزاف من هذا الكوتي
هذه ديال الزواج وكيغاليريو ديال بصح بسبب هاد التفاصيل هادو بسبب افكار اللي تغرسوا فينا في المجتمع ديالنا. وكنتمنى الميساج الدراري وبنات انه يكون وصل وتكون وصلاتكم المعلومه ولو شويه. وما تنساوش انكم تخليو لي شي دعوات زوينه في الكومونتير وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم الدراري وبنات باش انه المعلومه توصل للماكسيموم ديال الناس باش بحال هكا نكثر لكم من هذا النوع ديال الفيديوهات. وخصك تعرف انه الدال على الخير كفاعله. وبحال هكا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. احبكم في الله. السلام عليكم.